عمليه تدوير الستائر بتوفر على الزبون فلوس كتير. لازم توفر طبعا. بتوفر ياما. بتوفر ياما. كمان انت قلت ان موضوع العرايس ده بيجدد. طب في ناس متجوزه بقى لها سنين بتجدد وبييجوا يخشوا على النت يجيبوا حاجات بنعملها لهم. بيصوروا، بيجيب لي الصوره عايز اعمل دي بعملها له. كل واحد بيبقى ذوقه. موديلات مختلفه. علم الستائر اتطور كتير قوي يعني. طبعا ده مولد ده ممكن لو ست البيت عايزه تعمل كل شهر بتعمل. كل شهر تعمل. ما هو الستاره القديمه ديت بنعملها، بنجيب لها نشكلها برضو، ندي لها حاجه، نخش لها ندخلها حاجه ثانيه بتبقى شكلها جميل عشان تبقى منسقه مع الشقه زي الكتاب ما بيقول. لان احنا برضو بنحب ان احنا شغلنا كله بيبقى منسق، لان ما بيبقاش فيها حاجه مش كويسه، لازم تبقى كل حاجه ماشيه مع الشقه. الخامات القديمه كمان في جوده عاليه في القديم، ساعات بتبقى احسن من الجديده بمراحل ياما. بمراحل. طبعا لما تبقى حاجه. ده بيكون متعب بالنسبه لك في الشغل؟ والله اكيد الحاجه القديمه لازم تبقى بتاخد تعب اكتر، لكن الحاجه القديمه ديت احنا بنهتم بيها لان الزبون برضو ساعات بيبقى مظلوم ما عادش معاه، والقماش غالي، كل حاجه غاليه، فبتبدا ان انت نوفر له، نعملها له في اوض نوم، نعملها له على مكتب، نعملها له على حمام، تبقى شكلها اجمل واشيك من اي حاجه. لازم الشقه تبقى فيها حاجه لمسه جمال طبعا، وتبقى مكمله الشقه في الديكور في جميله، مش حاجه تبقى زياده على الشقه. يجي لك عرايس يقول لك انا متجوزه بقالي كام سنه وعاوز اجدد او بنجدد لها حاجتها كلها، وبنظبط لها حاجتها كلها. سواء كانت هتتقسم من القديم او من الجديد او من القديم. وده بيحصل مثلا يعني بشكل متواصل؟ طبعا ساعات بيبقى مثلا جماعه اتجوزوا مثلا بقى لهم مثلا 5 6 سنين وعايزين يدوروا الشغل اللي عندهم موضه بطلت او حاجه، بنجددها لهم. بنجددها لهم بقى على احدث. على احدث وبيبقى ودي بقت موضه في الفتره الاخيره. ده اكيد. ما هم الناس بص القماش بقى غالي، لازم هم يعملوا حاجه وفر شويه. بنعمل الستاير كل اي نوع من الستاير بنعمله. لو انت عندك ستاره قديمه وعايز تدورها ندورها لك. ممكن. موضوع الستاير القديمه ده موضوع مهم. ناس كتير عندها خامات وحاجات قديمه ده ندورها لها. ممكن ندخلها جوه اوض النوم، بتتعمل بتتظبط زي ما انت عايز، وبنشوفها بس ونشوف المقاسات ونظبط له زي ما هو عايز. ده يعني بيوفر عليهم كتير. اكيد طبعا، اكيد. لان الستاير دلوقتي قماشات غاليه، كل حاجه بقت غاليه، فديت لو عنده حاجه بندورها له صح بحيث ان هي يبقى لها شكل وتبقى كويسه اكنها جديده.